The superb anthology goal scored by the Reds fullback Luisi Tsunami allowed the WAC to win the Moroccan championship, the 16th in its long and rich history, punctuated by much resistance since the first one in 1948. فاز رسمياً نادي الوداد الرياضي بلقب البطولة الوطنية بعد تعادل مثير في آخر عمر اللقاء الذي جمعه ضد غريمه التقليدي بطريقة ولا أروع بعد قذيفة صاروخية من مدفع هشام اللويسي الذي حمل شعار عميد الأندية المغربية إلى القمة بهذا اللقب رقم 16 في تاريخ النادي منذ أول لقب الذي فاز به سنة 48 و19. شاعر واحد الجو اللي هو الجو ديالي هو نتوما هذه اللعابه اللي يساهموا في الوداد يكون فيها خاصه من ناحيه اللعب ولا من ناحيه التسخير ولا من ناحيه الحضور ديالهم. هي انا الشكوى اليوم مشغول باش نمشي لعندنا هو الشيخ عبد الله جلال الصديق ديالي اليوم كيحب الوداد وكيحب الناس اللي كيساهموا في الوداد ولازم نعمل الفلوس باش نمشي ان شاء الله بما نتلاقاو معكم كويس كلكم كتسيبوا انني ماشي غير اللعابه ديالنا كيساهموا باش يطلعوا الخارج شغل اللي توقعت به في الماضي زكي على عزيز كتمشي صغير نمشي نتفرج شي عزيز كان السي محمد السحراوي اللي كان معايا كيساهم معايا ولكن الفرق اللي كاين بين السي محمد السحراوي وزوين هو انه الناس كلها كتخدم وكيصطاد السيركات ما بغاش هادشي اللي خصك تخلصو سيدي عبد السعد مخلص الحمد لله اللي يخليك الله على هاد اللاعب تساهم فيها الوجود ديال الكيوب والوجود ديال الاخوان زوين دليل على انه الوليدات ما غتلاحظ دائما الامام لانه عندها اللي كيرعاها والناس ديالها. وانا كنعرفش اللي كنشوف الناس اللي ساهموا في جميع الميادين باقي اليوم اليوم حاضرين هذا الحفل كنشكر السي عبد الله كيفيه خاصه يعتمد عليه لا في السراء ولا في الثراء الله يحفظكم كاملين. أولا كنبغي نشكر السيد جلال المدير ديالنا على الفرصة اللي اتاحت كل العائلة الودادية باش تجتمع. أظن أن الغاية الأساسية من هذا الاجتماع هو إتاحة الفرصة لنا باش نتعرفوا ونوصلوا رايحين بلادنا ونتكلموا ونناقشوا ونخلقوا من جديد ذاك الجو العائلي ديال الوداد ونعرفوا أننا عائلة واحدة كيفما كان ربما وجهة النظر مختلفة على بعض الجزئيات إنما عندنا عمل واحد وهدف واحد أن الوداد ترجع للأمجاد ديالها. مع الأسف كتعرفوا واحد الانشقاقات والمشاكل جعلت الوداد تعيش واحد الأزمات خارقة. في الوقت اللي حلت الساعة حتى أن كرة القدم كتعرفوا مفترق الطرق وصلت الآن. الأزمة ديالها ما كاينش نطول عليها واللي الوداد عاش الضغوط ديالها قبل ما تعيشها الآن الجامعة كاملة. حنا بغينا من الإخوان المحبين ديال الوداديين باش يتعاونوا معنا جميعا مع اللاعبين لأن المشاكل طويلة وصعيبة والوداديين كلهم كيبغيو الوداد تفوز بالبطولة وتفوز بالكؤوس واللي تنطلب منهم أنا باسم الكسب ما يقولولناش كما قيل
لنبي إذا توفق وقتل إن هنا قاعدون. المعركة والنضال في الوداد هي عمل ديال الجميع. إلا ما عملناش يديك ماشي مسؤول وحده، كلنا مسؤولين. كل واحد فينا موحد أو رجل أعمال أو عاطف أو مثيل عضو في الوداد خصو يعطي ويبذل واحد المجهود، لأنه كتعرف واحد الساعة هذه أننا واحد الأزمة مادية ماشي تنبيش اللي تنتأملوا أن تكون هذه الفور دو لافاك، لأن حقيقة لحد الساعة ما نتكلمش على مشاكل ديال البنك الشعبي، لا نتكلمش على مشاكل ديال المدينة اللي كتعرفوا أن المدينة هي بحسب السنة الفايتة ما عطاتناش حتى النص ديال النص اللي عطيناه. المشاكل ديال الجامعة هذه بحال العمل الوداد كتوصل 250 مليون كتطلب أكثر، لا حد الساعة ما توصل حتى شي حاجة. أنا الحمد لله مكثت على جميع مجهوداتنا باش نلقاو بعض البدائل هذه المشاكل هذه وبعد نحلوا مشاكل الأزمات، لأن اللاعبين عندهم مستحقات وواجبات لازم نقدموا معاهم، هم اللي يسمعونا الحمد لله غاديين معاهم، ولكن بغيناكم تعاونونا بأفكاركم، كل واحد حسب المستطاع ديالو، حتى بالأفكار حتى بالعمل حتى بالكلمة الطيبة حتى بالدعاء حتى بعد يمشي مع الشم نقول الوداد ما مفرقاش. حنا هذا هو من الاهداف اللي نشأنا في المكتب، اننا نكونوا ديك العائله الواحده، نحيدوا الانشقاقات، نحيدوا ان رئيس تحيد ولا عدو ديال الوداد، ونخلقوا ذاك الجو العائلي. اذا خلقنا هذا الجو العائلي غادي يمكن لنا نعملوا في الجديد، وان شاء الله بهذا العمل المشترك ربي ما تيخيبش. وشكرا لكم وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر السي جلال الفرصة اللي عطاها للجميع من حضرات الحفلة الودادي اللي كيعطى اللي كيحسوا بأن حنا حضرنا ونشوفوا عدة وجوه اللي ما شفناهمش على اليوم ونستعمل سقف الأمر الواحد للوداد واللي احنا مدينين الكثير واللي كنتمنى الشفاء من طول العمر ويعطي جهودات في المقام المغربي. أول مرة فاش دوم معايا كريم جلال باش نحضر، رغم أي واحد ما عنده المشاكل اللي خلاتنا شوي بعد الوداد، غير الكلمة اللي قلتي للحق ديال الوداد جيت هنا باش نمد يدي للمساعدة ونتوسط على الماضي، وأي واحد أنا عنده شي حاجة في قلبه كضرب جيت الوداد كيخصو ينسى كلشي ونتلاقى إن شاء الله اليوم. وشكرا. عميد الفريق المدرب سيفا نوب على جميع اللاعبين ديالنا باش نشكروا العائله ديال سي جلال، وكذلك اول مره نجمعوا مع اسره ديال الفريق الوداد البيضاوي كاملين، لا من المسيرين لا من المحبين لا من اللاعبين القدامى، وكذلك فرصه نتلاقاو مع الاب الرئيسي عبد الرزاق مكوار. كنظن هذه بالنسبه لنا حنا اللاعبين ماشي سهرة ولا شي حاجة، بالنسبة لنا أنا بالنسبة لي كتحملنا مسؤولية كبيرة باش نحاولوا نردوا الأمجاد ديال فريق الوداد البيضاوي، وإن شاء الله كنوعدوا لجميع المحبين ديال فريق الوداد لأن هذه السنة هذه تكون السنة ديال الوداد البيضاوي، وإن شاء الله تحية الحاج مكواري يشوف فريق الوداد البيضاوي بطل ديال المغرب وبطل ديال الأدوية عطا العافية. Excusez-moi, mais je ne parle pas arabe. Peut-être aujourd'hui, je sais que je suis parmi vous. Peut-être aujourd'hui. Je regarde, c'est l'histoire vive du WAC, le grand WAC. 1948, premier titre. 1943, le dernier titre officiel, avec vous, avec les grands joueurs. Je sais aujourd'hui pourquoi c'est aussi un symbole, un exemple peut-être de la lutte de votre indépendance. Je sais aussi. Vous êtes en effet une grande famille. Mais une grande famille doit être aussi une vraie famille. C'est-à-dire
un ensemble, comme je dis à mes joueurs, avec le même cœur, avec le même sentiment, avec le même maillot. C'est avec vous, c'est pour vous, c'est pour toute la grande famille, les joueurs et moi-même travail. Je ne peux pas faire la démagogie. Je ne sais pas si nous allons gagner le titre. Je ne sais pas si. Mais il y a une chose. Nous travaillons toujours pour défendre les grands droits. Toujours, nous donnons tout notre effort, toute notre intelligence. Et notre joueur croit. Mais c'est vrai, notre jeu joue avec un grand honneur pour nous. Je vous remercie pour cette réunion de famille. C'est en effet un vrai réunion de famille. J'espère, Inch'Allah, que vous aidez notre équipe. Parce qu'il y a une chose indémentible. Aujourd'hui, nous sommes une équipe solide et solidaire. Nous sommes dans la route de quelque chose d'important. Mais nous sommes, c'est pas possible. Vous savez très bien que nous avons besoin de tout le monde qui est ici et de tous les autres qui aiment et travaillent pour moi. Je vous remercie. هي الحقيقة أولا جدا نشكر على السي جلال وكيف ماشي أول مرة نحضروا في هذا البيت الكريم. رجل حنا كنعرفو والدي بطبيعة الحال سنوات طويلة، رجل كريم ورجل كيحب الخير على واحد كبير بطبيعة النادي. أنا غير اللي بغيت نشير يعني نضيف لك كل ما كيحصل الآن وهو كاين بعض الناس اللي كيبينوا ولا كيعبروا على بطبيعة الحال الشيء الداخلي ديالهم في هذاك المجموعة في عينيهم كتسمو. كاين الناس اللي يعني كيعبروا بالحزن وبال يعني داك الخليط ديال الفرحة وديال الحزن في الداخل ديالهم. أنا من هاد الناس هادو اليوم، لأنه بهاد الوجوه كل اللي شفت اليوم خاصة السي عبد الرزاق مبار اللي إلا وصلنا حنا اليوم هاد الشيء اللي وصلنا ليه اليوم كله بالفضل ديالو صراحة. غير كلمة بغيت نشير لهاد اللاعبة ديال الوداد. كيف قال السيد المدرب أنه الوداد محرومة من التيتر ناسيونال هادي مدة تقريبا منذ سنة 90 92 عفوا 93 سنوات طويلة. وحنا الوداد ما كانش المحبين ديالها كانت يعني كل سنة كان ضروري يعني البطولة كتفوز بها. فحنا الأمل كله متعلق بكم ونقول لكم أنه فاش كنت في السن ديالكم ملي جيت للوداد إلا كنت مثلا نتوما اليوم كتحلوا باش تلعبوا كلاعبين محترفين مثلا أكبر فريق عالمي هو ريال مدريد. أنا ملي جيت 77 حسيت راسي لعبت في أكبر فريق في العالم وهو الوداد البيضاوي. غادي نعاود نقول كاع الشاهد هنا تقريبا منذ البدايه. اولا كنرحبوا بالسي عبد الرزاق الاب ديالنا ديال الجميع، وكنرحبوا بجميع المسيرين اللي صراحه كيمروا في فريق الوداد. الحمد لله رغم انهم ماشي مسيرين ولكن دائما تيبقاو مسيرين في الخفاء دائما مع فريق الوداد. ما غاديش نشكر زكي بالبانا والصحراوي والعلاوي ولا كاع لاعبينا قدامى اللي عندهم ابناء الفريق واللي كنشوفوا هذا العالم التاريخ ديال الوداد. اللي كنبغي نضيف الاشياء اللي كنعجبني عزيز باش تكلم مع اللاعبين ذلك على انه باغي الناس كاع فرحانه باش تشوف
الهدف ان شاء الله هذه السنه وانه هو الفوز بالبطوله. اظن على انه احنا من الناس اللي حاضرين مع هذه اللعبه، ونقدر نقول لكم واحد الكلمه رغم ما كيروج من الكلام رغم ما كيتقال، ولكن هذه شهاده تنشهد بها الان. الظروف اللي كنت عشتها مع اللاعبين اللي كانوا مروا ماشي زكي ولا عزيز ولا علوي، الدراري ديال نيبت ولا داودي ولا مجيد ولا فاطيب ولا بن عبيشه ولا كاع اللاعبين، اليوم كاين واحد الفريق الحمد لله تيشبه هذه المجموعه هذه، الا هو انه ما كيخموش تقريبا في الفلوس، تنقولها وتنعاودها، اكثر ما تيخموا في اللاعب وفي الدفاع الخميس ديال الوداد، تيخموا جميعا. فهما الشغل الشاغل ديالهم تقريبا في التدريب هو الفوز بالبطوله، كيف سبق صرح سي روماو اللي بهذه المناسبه انا تنشكرو. ومنذ تقريبا تولي المهام ديالي مع السي روماو في افران سبق لي صرحت وقلت على ان فريق الوداد هذه السنه ان شاء الله غادي يظهر بوجه مغاير، والشهاده ماشي قلتها عن عبث، شفت السيد كيفاش كيخدم وتعاملت معاه ثلاث مدربين، فكنظن 20 سنه من اللاعب في فريق الوداد وفي المنتخب الوطني، وعاشرنا مدربين كبار اللي مروا على الفريق. فكنظن اليوم فريق الوداد عنده اطار الحمد لله اللي هو كيتفاهم مع اللاعبين وباغي يعطي الشيء الكثير لهذا الفريق. مره اخرى اللي كنبغي نطلب من هذه المجموعه كامله وحتى المحبين ديال فريق الوداد اللي هما كثار ما كاينينش غير هنا، كاينين في انحاء ديال العالم ماشي غير في المغرب. نتمنى ان شاء الله على ان تكون المساعده وتبقاو دائما قراب من هاد اللاعبين، لانه شهاده وغنزيد ناكدها على ان هاد اللاعبين طامحين وعندهم جديه باش يحققوا المبتغى ديال الجمهور وديال هاد المسيرين اللي كاينين الان. فهما باغيين كنقولها وتنعاودها، باغيين ينتصروا وباغيين يحققوا نتيجه افضل. كيف ما نقدرش نوعد ونقول على انه البطوله، ولكن عندي اليقين على ان اللاعبين ديال فريق الوداد باغيين يفوزوا بالبطوله ان شاء الله السنه، وماشي غير البطوله، باغيين يحققوا القاب وتيقولوا لنا انه هذه السنه اللي تعيشوها الان من احلى السنوات اللي الناس فريق الوداد، لانه كاين هذا التكتل، كاين الحمد لله واحد كاين عده اشياء اللي كانت فاقده فريق الوداد واحد بعد السنه الماضيه. في هذه السنه الحمد لله كاين بزاف ديال الاشياء اللي كاين اخوه بين اللاعبين. فنتمنى ان شاء الله على ان فريق الوداد يبقى غادي في نفس النهج. كتنتظرنا مقابلات صعيبه جدا وكلها مقابلات السن، فاللاعبين كلهم ادرى بالمهمه. فمره اخرى كنهني السي جلال لان صراحه الاب ديالنا، لانه اللي ما عاشش السي جلال وما شافوش كيلعب كيف كيقولوا الدري صبارو في ميامي، ما شافوا لا هو لا سيطاطو ولا واحد العدد من اللاعبين. فالسي جلال كان من احسن اللاعبين، فلما كان كيدخل دائما كنا كنمشيو ندرسو كتلقى ميامي كل عامر تيتفرج في جلال وهو لاعب تنس. مره نتمنى ان شاء الله الصحه والعافيه لا هو لا سي عبد الرزاق مكوار ولا جميع اسر الوداديين.
Madame, Monsieur, bonsoir. Et avant de développer ces titres, ces quelques images de joie des fans du Wydad de Casablanca qui a remporté le titre du championnat national en égalisant avec le Raja cet après-midi au complexe Mohamed V à Casablanca. Le Raja avait pourtant ouvert le score grâce à Abdeltef Jrindou à la 46e minute. Nous y reviendrons en détail au cours de cette édition. Je vous le disais tout à l'heure, le Wydad de Casablanca est champion pour la saison 2005-2006 puisqu'il a fait match nul face à son rival de toujours, le Raja qui pourtant avait bien démarré la partie. Les moments forts de cette rencontre avec Amin Berouk. Moment de liesse unique pour la grande famille du Wydad qui vient de fêter comme il se doit le 16e titre de l'histoire du club, le premier après 13 longues années d'attente. Pourtant, jusqu'à la 87e minute de jeu, le 100e derby entre le Raja et le WAC semblait devoir tourner l'avantage des Diables Verts. Ces derniers avaient bénéficié à la 48e minute d'un penalty que Jrindou se chargeait de transformer, donnant ainsi l'avantage au Raja. Obligé de prendre ce derby à bras le corps, contraint d'aller chercher coûte que coûte ce but égalisateur synonyme de sacre, les Wydadais vont attaquer à outrance. Leurs efforts seront récompensés in extremis suite à ce boulet de canon de Hicham Louissi qui va se loger dans la lucarne de Koha. Après une attente qui aura duré 13 ans, le Wydad retrouvait son rang parmi les clubs locomotifs du football national après avoir dominé ce championnat de bout en bout. Le club avait besoin de ce titre. Le Raja a tout fait pour gagner ce derby, mais Dieu nous a récompensés de nos efforts. Je dédie ce sacre à tout notre grand public. C'est un jour de fête. Un jour de fête pour toute la famille wydadiste. Un jour de fête pour le foot parce que au WAC, c'est un club de Maroc aussi. Et je remercie tous les joueurs. Ils méritent le titre. Après avoir relevé le challenge du championnat, le Wydad peut savourer ce titre en attendant de relever d'autres défis avec vraisemblablement une participation en Coupe d'Afrique des clubs champions.
وضمن سلسلة روبورتاجاتنا حول كرة القدم النسائية بالمغرب نتعرف اليوم على إحدى الفرق الرائدة في المغرب. يتعلق الأمر بفريق الوداد البيضاوي الذي سيشكل حتما موردا أساسيا للمنتخب الوطني النسوي. حسن بتفصيل. أحد أعرق الفرق الوطنية على مستوى الذكور يود أن يكون رائدا على مستوى الكرة لدى الإناث. الوداد البيضاوي يضع اللبنات الأولى لتشكيل فريق نسوي يمثل النادي ويمثل البلد في المنافسات العربية والقارية. خطوة عملاقة بالنسبة للكرة النسائية في المغرب. هذه عميدة الفريق. يعني احنا مازال يعني في ادوار طلائيه، ولكن الحمد لله احنا غاديين وحنا متاكدين ان كره القدم النسويه والعربيه على الاساس والمغربيه بالخصوص غتعطي غتمشي لواحد الدفعه وغادي تعطي ان شاء الله واحد النتائج الايجابيه اللي غادي ترضي الجماهير وغترضي بالاساس يعني هذا الجيل الصاعد يعني بالنسبه للفرق المصغره. أكثر من 80 ممارسة يترددن على مضص الوداد البيضاوي. العمل الجاد بدأ يعطي ثمار. الفريق يتصدر البطولة الوطنية مجموعة الشمال وهن مرشحن لانتزاع لقب هذه السنة. الوداد يتوفر أيضا على فريق احتياطي يشارك في بطولة منطقة الدار البيضاء الكبرى. عملنا على إنشاء فريقين للتباري، لكن أيضا على خلق مدرسة للكرة النسائية داخل الوداد البيضاوي. Et en même temps, essayer de créer une école de football à part entière au sein du WAC. الكرة النسائية بشعبية كبيرة الآن في كل أنحاء العالم. قطعت اللعبة مشوارا طويلا منذ إنشاء أولى الأندية في بريطانيا عام 1917. الرياضة كانت حكرا على الرجال، أصبحت الآن تتوفر على قاعدة عريضة للممارسة، كما أن بطولة العالم للسيدات تحظى بمتابعة دولية خاصة. في المغرب خطوة الوداد البيضاوي والعديد من الأندية الجاوية الأخرى تشكل حتما ثمرة لإقلاع حقيقي حتى تمثل هذه اللعبة المغرب عربيا ودوليا.